جمبري حجم صغير. تعالوا نشوف بقى هنعمله ازاي. نص صدر فرخة بس. نعمل كمية حلوة من الجمبري. نقطع بقى صدر الفرخة كده بالطول، عايزينها تبقى شرايح رفيعة زي تقطيعة الشاورما كده، بس اطول شوية. ومش لازم صدر فرخة سليم، لو عندك بانيه تقدري تعملي نفس الطريقة دي. هتقطعي البانيه بالطول كده وتقسميه برضو من النص بالشكل ده كده. هيعمل معانا كمية حلوة قوي. نقطع كده كل القطع بالطول بالشكل ده. بصوا عاملة ازاي. خلصت بقى الكمية كلها، عايزينها تبقى في الحجم والشكل ده كده. بعد كده بقى معايا 3 من الفلفل الرومي، و2 فلفل حار، و3 ليمونات. تقدري تستغني عن الفلفل الحار لو مش بتحبيه وتستخدمي الفلفل الرومي بس. نحط بقى كل ده في الخلاط. عايزين نعمل تتبيلة الجمبري. عايزة اقول لكم التتبيلة دي هتخلي البيت كله ريحته سمك. بعد كده بقى حطينا تقريبا 10 فصوص من الثوم مفرومين، والتوابل ملح وفلفل اسود وكمون بابريكا، شوية كزبرة ناشفة. كمان حطيت شوية من الزيت وشوية من الخل، يعني تقريبا معلقتين زيت ومعلقتين خل كبار. اضرب بقى كل ده مع بعض في الخلاط. انا خففت التتبيلة كده بشوية خل، معلقة كبيرة تانية من الخل عشان التتبيلة بس تبقى خفيفة شوية. بعد كده بقى معايا خلة السنان دي. ناخد قطعة الفراخ اللي احنا مقطعينها دي ونلفها كده ونسيب اخر حتة عشان يدينا شكل الجمبري، وهنمسكها كده بس بخلة السنان عشان تدينا الشكل ده في الاخر. جمبري بقى حجم صغير كده. هعمل معاكم واحدة كمان. بصوا، نلف كده قطعة الفراخ ونحط فيها خلة السنان ونسيب اخر حتة كده عشان تدينا شكل الجمبري. بصوا بقى تحفة بجد. هنعمل كده كمية جمبري حلوة بنص صدر فرخة. بصوا شكله عامل ازاي. جمبري ده ولا مش جمبري؟ بعد بقى ما خلصت الكمية كلها، بقى معانا طبق جمبري كده محترم بالشكل ده. ناخده بقى نحطه في التتبيلة. ننزل بقى بكل الجمبري ده في التتبيلة اللي احنا عملناها، وهنشتغل بيه على طول، يعني مش هنسيبه في التتبيلة ولا حاجة، مش هياخد معاكي وقت. نقلبه كده في التتبيلة. بعد كده معايا طبق نحط فيه كوباية دقيق، كوباية مية. انا محطتش المية كلها مرة واحدة عشان عايزة الخليط كده يبقى تقيل شوية، ما يبقاش خفيف قوي. احط التوابل ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا، ونزود المية كده بالتدريج. عايزة الخليط معايا ما يبقاش خفيف قوي. الكوباية فضل فيها تقريبا معلقتين كبار، يعني اقل من ربع كوباية. كمان معايا طبق فيه دقيق، بس دقيق معلهوش اي حاجة. هنزل بقى الجمبري ده في الخليط اللي احنا عملناه بالدقيق. بعد كده هطلعه من الخليط ده احطه في الدقيق كده، اقلبه تقليبه بس في الدقيق، وانفضه بعد كده من الدقيق ده واحمره على طول. ما نسيبهوش في الدقيق عشان ما يعجنش. اول ما نديله تعفيرة الدقيق الاخيرة دي نحمره على طول. زيت يكون سخن والنار عالية. اول ما هياخد لون نقلبه على الوش التاني. مش هياخد بقى وقت خالص. البيت كله ريحته جمبري. جمبري وسمك من الخلطة اللي احنا عملناها دي. مش بياخد بقى وقت خالص في الزيت. اول ما هياخد لون من تحت نقلبه كده على الوش التاني على طول. على فكرة الفراخ نفس تسوية الجمبري، يعني الجمبري برضو ما بياخدش وقت خالص في الزيت، بيتحمر بسرعة
والفراخ برضو عشان مقطعينها تقطيع صغير، فبرضو مش هتاخد وقت خالص. اول ما الكفر ده ياخد لون هتلاقيها من جوه استوت وطعمها رهيب. طعمها بقى مش فراخ خالص، طعمها جمبري. التتبيلة مخلية طعمها رهيب بجد. اول بقى ما تاخد لون كده نطلعها على طول. عايزه اقول لكم الكفر بقى محمل كده ومقرمش. الخليط اللي احنا عاملينه بالدقيق مخلي الطبقه مقرمشه وبجد تحفه. بصوا بقى كان سخن جدا وانا عايزه اشيل خله السنان دي. كنت عايزاه بس يهدى شويه عشان اعرف اشيلها لانه كان سخن جدا. سبته بس يبرد دقيقتين كده، شلت بقى منه الخله دي بسهوله جدا. شلتها هي من كل القطع، تطلع سليمه كده. القطعه سليمه معاكي، الكفر مش هيتشال ولا اي حاجه، ما تقلقيش، وهيبقى واخد شكل الجمبري كده تحفه. جربوه، متنسوش تعملوا لي لايك. انا بقى حمرت شويه كده عشان اوريهولكوا. شلت باقي الجمبري في التتبيله في التلاجة لوقت الغدا، اعمله في الخلطه وفي الدقيق واحمره على طول. ولو حابين ان انتوا تشيلوه لتاني يوم في التتبيله عادي جدا، مش هيحصل له اي حاجه.